نروح لاخبار نادي الزمالك ونبتديها من السعوديه، نبتديها مع محمد عبد الشافي نجم طبعا اهلي جده ونجم منتخب مصر ونجم الزمالك السابق، واللي طمأن جمهور نادي الزمالك ان في حال عودته لمصر لن تكون هذه العوده الا داخل جدران القلعه البيضاء داخل صفوف نادي الزمالك. وده كان على هامش حوار صحفي اجرته زميلتنا في فريق الاعداد اسراء شاكر، والمعودانه دايما بانفرادات مهمه جدا. كل ما محمد عبد الشافي بيتكلم في هو كلامه قليل جدا، ولما بيتكلم دايما بيختص اسراء شاكر باحاديثه، ودايما بتنفرد هي بكل التفاصيل الخاصه بمحمد عبد الشافي. هو عمل حديث مطول واكد فيه انه في حال عودته مره اخرى لمصر هتكون من خلال قميص نادي الزمالك. اجتماع ما بين مرتضى منصور وشركه بناء فرع 6 اكتوبر غدا بكره ان شاء الله. الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك هيقعد ويعقد اجتماع مع الشركه اللي هتنفذ فرع نادي الزمالك ان شاء الله في 6 اكتوبر، واللي على ماشي هيكون فيه استاد عالمي وفندق. ده الكلام اللي طرح من المستشار مرتضى منصور. هيبقى فيه اجتماع بكره عشان يتم اتخاذ خطوات جديه بشان هذا الموضوع، وبناء استاد الزمالك وبناء الفندق اللي هيكون موجود لاقامه فرق نادي الزمالك. امبارح كنا انفردنا مع حضراتكم بخبر ان نيبوشا المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك اعتذر عن عدم العوده مره اخرى. عشان كده انا اسف باتشيكو، عشان كده الفتره الحاليه نادي الزمالك بيجهز بعض السير الذاتيه عشان يشوف مين اللي يكون موجود خلال الفتره اللي جايه بديل لنيبوشا. زي ما كنت قلت لحضراتكم امبارح تم تجديد الثقه في نيبوشا هيبقى موجود وهيكمل، بس ده وجود وتواجد مؤقت لان خلاص يعني الوضع ما بقاش ينفع والثقه ما بقتش موجوده، سواء من الجهاز الفني مع الاداره او الاداره مع الجهاز الفني او الجهاز الفني مع اللاعبين. الدنيا خلاص ما بقتش توحي ان الراجل ده هيقدر يحقق نجاحات مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. عشان كده في سير ذاتيه بعضها الماني بعضها فرنسي، في بعض السير اللي بيدرسها دلوقتي المسؤولين في نادي الزمالك وعلى رأسهم كابتن اسماعيل يوسف المشرف العام على ملف الكرة داخل نادي الزمالك، عشان يشوفوا احسن سيرة ذاتية واحسن مدير فني يقدر يقود نادي الزمالك خلال الفترة اللي جايه. وفي نفس الاطار الخاص باشراف كابتن اسماعيل يوسف على فريق الكرة بنادي الزمالك محاولات منه لحل مشكلة محمد ابراهيم. كان في مشكلة مع محمد ابراهيم وفي علاقة متوترة طول الوقت ما بين الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبين محمد ابراهيم. ايه السبب فيها انا مش عارف ولا حد عارف، ان دايما العلاقه متوتره. اتقال ان محمد ابراهيم كان عايز يجري اتصال هاتفي مع احدى القنوات، فعشان كده استاذ مرتضى منصور عرف بده فكان هيفرض عقوبات عليه، فكابتن اسماعيل يوسف طلب منه انه يسيب له الملف ده وهو هيحل القصه مع محمد ابراهيم. وزي ما بقول لحضراتكم محمد ابراهيم واحد من اهم المواهب الموجوده في مصر، واحد من اهم لاعبي نادي الزمالك، واحد من كباتن نادي الزمالك، ابن من ابناء نادي الزمالك. طول الوقت في احساس بان في حساسيه ما موجوده في العلاقه ما بين استاذ مرتضى منصور من جانب وبين محمد ابراهيم من جانب. ايه السبب فيها؟ الله اعلم. الزمالك بيحسم مصير اتشيمبونج في يناير المقبل. اتشيمبونج طبعا اللاعب اللي ما حدش شافه مع نادي الزمالك غير لدقائق قليله جدا جدا جدا، ما عبرش فيها عن اي حاجه يعني تجبر او تخلي مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي الاداره الفنيه في نادي الزمالك مستر نيبوشا او اللي هيجي بعديه يشوف من الراجل ده صفقه كويسه نادي الزمالك ويبقي عليه. عشان كده هيحاولوا خلال الفتره اللي جايه يدوا له بعض الفرص ويدوا له مساحه لعب اكتر، عدد دقائق لعب اكتر، عشان يشوفوا بقى اتشيمبونج يستحق انه يكون موجود في نادي الزمالك ولا يتم حسم مصيره في يناير المقبل بعقد اعاره او عقد بيع. الخبر اللي جاي ده خبر مهم جدا لمسؤولي نادي الزمالك، ولو فعلا نادي الزمالك قدر يحصل على خدمات اللاعب ده هيكون اضافه قويه جدا لصفوف نادي الزمالك. دور مهم جدا وعن مساعده فرقته في وقت عصيب جدا ومهم جدا فرقته في امس الحاجه لمساعدته فيه. نروح بعد كده للقناه وفرقه المصري. فريق المصري بيستعين بالناشئين لتعويض الغيابات قبل مواجهه النصر. طبعا خلال الفتره اللي فاتت في دربكه جوه صفوف المصري، يعني في بعض اللعيبه اللي كابتن حسام حسن شايف ان هي مقصره فاستبعدها، في بعض اللعيبه اللي عامله مشاكل زي شيخ مكورو اللي كنا اتكلمنا مع حضراتكم عليه امبارح انه طلب يمشي ومستاء من المعامله والوجود داخل النادي المصري. عشان كده مجلس الاداره قال له، اداره الكوره وكابتن ابراهيم حسن مدير الكوره قال له هات عرض وامشي في يناير.
في بقى ازمات اخرى مع احمد عبد الملك اللي جاب طلب رسمي من فرقه طلائع الجيش عشان يكون موجود معاهم في يناير، وعايز يمشي وينتقل لطلائع الجيش. مش مبسوط في المصري، شايف انه ما بياخدش فرص كبيره تليق باسمه وبحجمه في الدوري المصري، واحد من لعيبه منتخب مصر السابقين ولاعب في نادي الزمالك. عشان كده كابتن حسام حسن صعد مجموعه من قطاع الناشئين تحت 19 سنه زي اسلام عطيه وحسن علي، هشام بكر، محمد ماهر، عشان يعوض غياب عدد من اللاعبين اللي موجودين او اللي غايبين عن صفوف المصري خلال الفتره اللي جايه. طبعا النادي المصري داخل على لقاءات مهمه وعلى لقاءات كبيره، وزي ما كنا بنتكلم على المقاولين وان في مشاكل في المقاولين وان في بعض الدروب اللي موجود في نتائج المقاولين، نفس القصه برضه في المصري. بس كابتن حسام عنده دايما ميزه نسبيه في التعامل مع الناشئين، يعني شفناه في ولايته لما كان موجود في نادي الزمالك، هو اللي مطلع محمد ابراهيم وعمر جابر، وده بيدي دايما فرص، بيحب يدي فرص للعيبه الصغيره، بيعرف ازاي يشتغل معاهم نفسيا بشكل كبير ويديهم الثقه، بيعرف ازاي يدعمهم معنويا فياخد منهم مردود فني داخل الملعب بشكل كبير جدا. وده اللي بيحاول يعمله دلوقتي كابتن حسام حسن مع الناشئين اللي موجودين في النادي المصري، واللي بيحاول ان هو يستعين بيهم عشان يسد العجز والغيابات اللي موجوده في صفوف الفريق الاول. واعتقد ان كابتن حسام قادر مع جهازه الفني مع كابتن ابراهيم حسن ان هم يعودوا بمركب النادي المصري ان شاء الله لسابق عهدها. هم ما بعدوش في المراكز كتير، لكن الاداء والنتائج مختلفه تماما عن البدايه القويه اللي ابتداها المصري الموسم ده. شوقي السعيد بينتظر حسم مصيره مع العربي الكويتي. طبعا شوقي السعيد لاعب ومدافع نادي الزمالك السابق وفريق العربي الكويتي الحالي، عقد جلسه مع جمال القاذمي رئيس نادي العربي للحصول على مستحقاته وحسم موقفه مع الفريق. العقد كان بينص ان شوقي ياخد اسرته معاه ويتوفر له بعض الامتيازات زي سياره وبيت وكده، لكن ده ما تمش تحقيقه هناك من قبل المسؤولي العربي الكويتي. عشان كده في بند في العقد بينص ان في حاله اختلاف على اي من بنود العقد يتم الاحتكام للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وده اللي هيعمله شوقي السعيد بعد انتهاء المهله اللي هو اداها للمسؤول العربي الكويتي بعد جلسته مع الاستاذ جمال القاذمي رئيس النادي، عشان يتم الوفاء بكل هذه البنود اللي كان اتفق عليها قبل كده معاهم. المقاصة تستعين بالناشئين لسد العجز في الفريق الاول، نفس الخبر اللي اتكلمنا عليه مع كابتن حسام حسن بيعمله كابتن عماد سليمان في المقاصة، وبيستعين ببعض اللاعبين او تحديدا مصطفى عفروتو وابو جوده، اتنين لعيبه بيلعبوا في فريق 97 عشان يكونوا موجودين مع فريق مصر المقاصة خلال الفتره اللي جايه، يدعم بيهم كابتن عماد سليمان فرقته ويدعم بيهم الاسماء اللي موجوده مع الفريق الاول، ويعملوا شكل من اشكال الدافع والحافز عند اللاعبين اللي بيلعبوا في اماكنهم. لان اللقاء اللي فات لقاء النصر بيوضح آفة موجوده عند اللاعب المصري، وهو ان طموحه واطي جدا. يعني لعيبه المقاصه ماشيه كويس جدا، كسبت الزمالك، كسبت الاهلي، وانا كان لفت نظري تصريح جميل جدا كان له كابتن عماد سليمان بعد انتهاء لقاء المقاصه والاهلي. فكان زميلنا انا ناسي بس كان مين زميلنا موسى كان بيساله اتكلمت مع اللعيبه في ايه قبل لقاء الاهلي، فقال لهم انتوا عايزين تثبتوا ان انتوا فرقه كبيره يبقى لازم تحققوا نتائج كبيره قدام الفرق الكبيره، قدام كبار الدوري الممتاز هم الاهلي والزمالك. فعجبني فكره التحفيز اللي عمله